احنا دلوقتي جينا عند مين؟ عند طنط ام فاطمه. نبارك ليهم بشهاده الثانويه العامه. صح. ودي فاطمه والبنت ديت شاطره في التصوير. عشان تبقى موديل كويس. صح. هي بس اسمك ايه؟ تسلمي لك يا ام. بس كده. قول انت بتعمل ايه؟ اهو بنقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. حبايب قلب نسمي الله ونصلي على الحبيب علشان قلبك يطيب عليه أفضل الصلاة والسلام. حطوا لايك حلو للفيديو، دعوة حلوة كده من قلوبكم بتيسير الحل لنا وليكم يا رب. ربنا ييسر أمورنا وأموركم اللهم أمين، واكتب لنا يا رب في الأيام اللي جاية الخير والهنا والفرح والسعادة احنا وانتم يا رب اللهم أمين. نصرا عزيزا لكل اخواتنا في فلسطين والسودان وجميع الدول العربية يا رب، انصرهم نصرا عزيزا وداوي جرحاهم واحفظ شبابهم يا رب ونسائهم وأطفالهم اللهم أمين. وفلسطين ياسين جاي ويشوشني يقول وفلسطين، فلسطين دي العشق عند ياسين ابني. ربنا يكبر بخاطركم جميعا. النهارده بقى هنعمل صينيه بشاميل اللي انتوا شايفينها معانا دي زي الفل. يا سلام يا سلام على طعمتها وحلاوتها. اسكت يا ياسين. فهنا بقى حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده عملت بقى سلقت المكرونه وعملت عصقت اللحمه، وهقول لكم ازاي عملت طريقه البشاميل. هتكون طريقه ناجحه ممتازه جدا 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 ما شاء الله عن تجربه يعني. هنا بقى حبايبي عملت البشاميل بقى. احنا طبعا عارفين الطريقه، بنقسم المكرونه على نصين، والعصاج احنا عملناه قبل كده مع بعض وسلقنا مكرونه قبل كده كتير، واكيد انتوا كلكم شطار وستات بيوت من الدرجه الاولى يعني. احنا بنتعلم من بعض، وانتم كمان دايما بتكتبوا لي في الكومنتات كده خطوات ووصفات جميله. ربنا يكبر بخاطركم يا رب. هنا بقى البشاميل بتاعي كان معايا 2 كيلو من الحليب. عملت عليهم 6 معالق كبار من ايه يا لبنى، من الدقيق، وحطيت معلقتين من الزبدة او السمنة، ذرة ملح، فلفل اسود، كمان حطيت مرق الدجاج، وحمصت الدقيق مع السمنة او الزبدة والملح كله كده، حمصته لحد ما لونه بقى ذهبي. ونزلت عليه بايه بقى، نزلت عليه بالحليب، وكمان حطيت مجين كبار من عصير من مية السليق. طريقة ممتازة 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 يعني. انا حطيت مجين حلوين يعني، كوبايتين حلوين كده من السليق بتاع المكرونة. بسم الله ما شاء الله. طريقة ممتازة، لونها كريمي كده، مش متماسكة، مش جامدة كده ولا ناشفة ولا اي حاجة خالص. احسن من البشاميل الجاهز 100 مرة. والبشاميل الجاهز حلو برضك للي مش هيعرف يعمل بشاميل وكده. انا عن نفسي لما بكون مستعجلة وما يكونش عندي وقت وكده بجيب البشاميل الجاهز، لكن ديت ما شاء الله جميلة جدا جدا جدا، وجربت الطريقة دي. هنا بقى حطيتها في الفرن، وجيت هنا بقى قعدت مع الحاجة سلمى. طبعا الحاجة سلمى يا جماعة هي قاعدة معايا يعني ما شاء الله. الست ما طلعتش غلطت في حد، ما اتكلمتش على حد كلمة وحشة. الناس اللي بتقعد تتنمر عليها في الكومنتات في بعض القنوات، قنوات معينة يعني. فانا بقول لكم بالمثل ان شاء الله. ربنا يكرمكم بحد في البيت عندكم يبقى عنده نفس الظروف الصحية اللي عند الحاجة سلمى، تبقى ساعتها تعرفي لبنى على ايه. الحمد لله رب العالمين. هنا بقى الحاجة سلمى كانت قاعدة مع ياسين منسجمة جدا، بيلعبوا باللعبة بتاعته الجميلة دي. اللعبة بتاعت ياسين دي جاية له هدية، هدية عيد ميلاده بقى. بشكر يعني حبيبتي وصاحبتي وصديقتي الجميلة اللي جابت له اللعبة دي. ربنا يخليها يا رب لنا ويحفظها اللهم امين. طبعا هدية حلوة اصلا، جميلة كده وكيوتة وزي العسل. بسم الله ما شاء الله. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده حبايبي، كنا بقى ايه قاعدين قاعدة كده حلوة. كنا وقت كانت حوالي يعني بعد ما وقت البشاميل على رأي ياسين. وقت البشاميل يا جماعه حطينا بقى البشاميل كده في الفرن وجينا قاعدين. يلا بقى نروح نبص على البشاميل بتاعنا بعد ما سيبناه كده شويه في الفرن، شربنا شاي وقعدنا. انا مش بحط اي حاجه خالص على وش البشاميل يا جماعه. البشاميل ما شاء الله مش محتاج اصلا انا احط على وشه اي حاجه خالص.
مش بحب احط البيض لان بحس ان البيض بيعمل له ريحه زفاره، مهما تقلبي بقى فلفل اسود، نقطه لبن، نقطه زيت، الكلام ده كله لا، انا مش بحب احط اصلا اي حاجه على وش البشاميل خالص، وبغطي كده واقفل الفرن وبيحمر وبيبقى معايا زي الفل ما شاء الله. او لو اني بقى عندي جبنه موتزاريلا ببشرها كده، هي اصلا ببقى شاريها مبشوره جاهزه، وبحطها كده على وش المكرونه، بتبقى طعمها زي الفل وحلوه جدا، وبديلها طعم كده جميل، وبديلها مطة حلوة برضو. فهنا بقى كان زياد ابني كان في الغيط، وجي بقى كده ربنا ييسر له اموره يا رب، ادعوا له كده ان ربنا يقضي خدمته على خير، وربنا يكبر بخاطره وخاطر ولادكم جميعا يا رب، وفادي شبابنا، يعني الشباب كده محتاج تشجيع، شجعونا كده نقف في ظهر ولادنا وندعوهم كده لحد لما يقفوا على رجليهم، يعني احنا بنوجه بس للطريق الصحيح، وهم يعني الله المستعان، ربنا ييسر له اموره يا رب ويخلص، ونعمل له بقى كده الحلو اللي في الدنيا كله، ويعيننا يا رب كده على تربية عيالنا. طبعا داخلين على مراحل صعبة، مراحل دراسية مختلفة خالص، ربنا يا رب يوفق كل طلبة الثانوية العامة ويلتحقوا بالكليات اللي هم يعني كانوا بيتمنوها، اللهم امين. هنا عمر زياد ابني بقى كان قلت له بقى انت اللي عليك تقطع الفيديو ده النهارده برعايتكم بقى، انا مش هظهر فيه، هظهر بس من خلف الكواليس. فهنا بقى بعد ما عملت البشاميل، فكان بقى يعني جه بقى عشان يتغدى. طبعا انا كان نفسي اصلا اعمل معاها فراخ مشوية او كفتة او كده، لكن هم اصلا رفضوا، وفي نفس الوقت زياد يعني ربنا ييسر له اموره هيمشي بكرة، وانا حاطة فيها لحمة، يعني الصينية ديت اصلا واخدة 2 كيلو مكرونة، حاطة عليها كمية لحمة حلوة برضو كنت جايباها كده فرماها. فبكره بقى ان شاء الله زياد هيبقى ماشي، فهعمل اكل تاني ويكون اكل اجمد من كده كمان، علشان دايما يقول لي اعملي لي اكله، اعملي لي اكله بقى ترم عظمنا اليومين اللي احنا قاعدينهم. فاحنا بقى اكتفينا بس كده بالصينيه المكرونه، وهي بالنسبه لنا يعني فضل ونعمه والحمد لله. ممكن انت تقدمي معاها بانيه، تقدمي معاها كفته ناشفه، تقدمي معاها فراخ مشويه، يعني حاجات زي كده عادي، يعني كل واحد وعلى حسب مقدرته. في ناس ما بتبقاش مقتدرة فبتعمل بس زي ما انا عملت كده، الحمد لله متيسر اموري والحمد لله. لكن احنا كان عندنا لحمة امبارح قبلها بيوم، وكمان يعني ان شاء الله يعني بكرة باذن الله هعمل اكلة حلوة كويسة، علشان طبعا زياد ابني هيكون ماشي، وببقى اعطيله ساعات اكل وهو ماشي معاه له ولزمايله يعني. فقلت لا، احنا هنكتفي بس النهاردة بصينية المكرونة البشاميل، وبكرة نعمل حاجة تانية. عملنا معاها سلطة ومخلل، وطبعا وشكرا على كده، الحمد لله. هي اصلا كان فيها لحمة يا جماعة، يعني الحمد لله طبعا، يعني الحمد لله طبعا على كل حال. فهنا بقى يعني البشاميل بتاعنا زي ما قلت لكم كده، بتسلقي المكرونه وبتقسميها وتحطي كمان في ارضيه الصينيه من تحت بشاميل. هو زياد بس اللي مش عارف يطلع البشاميل، علشان يعني اول مره يقطعها هو بنفسه. شوفوا عامله ازاي، هو ساب الطبقه اللي تحت في ارضيه الصينيه عمال يطلع فيها. كانت طريقه ممتازه، طريقه ناجحه جدا 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 ما شاء الله. جربوا حته المج بتاع المكرونه، ميه المكرونه اللي هي ميه السليق دي ممتازه، بتخلي البشاميل اللي معاكي في حته تانية خالص 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 يعني، ما شاء الله اللهم بارك يا رب. طبعا حابه اشكر كل اخواتي وكل حبايبي اللي دايما بيكتبوا لنا كومنتات حلوه ودايما بيدعمونا. بشكركم وبشكر كل حبايبي طبعا في الله. طبعا هنا بقى كنا رحنا عند صاحبتي وحبيبتي ديت، دي صاحبتي زي ما انتم شايفينها، بتبص من بعيد يعني مش عايزه تظهر يا جماعه بس مصورين بقى الاتنين دول تحسوهم توأم. انتوا شايفينهم توأم ولا مش توأم؟ اكتبوا بقى في الكومنتات وقولوا دول ولا مش توأم. ديت بطه ودي اسماء. ولو هم توأم اكتبولي، ولو هم مش توأم برضو اكتبولي، مش هقول يعني. طبعا دي بطة واسماء. وكنا هنا بقى رايحين عند صاحبتي دي في المنصورة. شوفوا بنشرب حاجة ساقعة، جايبين لنا بقى حاجة ساقعة كده على شوفوا بتهزر معايا قاعدين بنهزر مع اولادها. طبعا هي فاتحة محل كبير في المنصورة، واحنا بقى بنحب نروح نقعد معاها كده، يعني انا بحب دايما لازما لما اروح اعدي عليهم يعني.
فاحنا بقى بنعدي عليها كده، يعني لو في حاجة عندها مناسبة بنشتريها، حاجة مش مناسبة دينا شفناها واطمنا عليها. وهم طبعا حبايبنا وعلى راسنا من فوق. وهنا بقى اسماء وبطة. طبعا اسماء وبطة دول ما هماش توأم خالص ولا هم اخوات، يعني ولاد خال وعمة. اسماء اللي الناحيه ديت اخت بطه اللي كانت في ثالثه ثانوي السنه دي. ربنا يا رب ينجحها ويوفقها وتطلع يا رب كده من احسن الناس، وربنا يكتب لها في الايام اللي جايه كلها فرح، وتلتحق بالجامعه يا رب اللي هي بتحبها ان شاء الله. وطبعا دوت اخو فاطمه اللي هو الصغير ده، واسماء ديت اخت بطه الكبيره. وربنا يحفظهم يا رب ويخليهم، ونروح برضك نبارك لهم كده وهم متخرجين من الجامعه. بس هكون لبنى بقى لسه موجوده يا اسماء انت وفاطمه ولا لا؟ يعني اكتبوا لي بقى في الكومنتات. على فكره الفيديو بتاعهم ده طال قوي غاب، فحط لهم لايكات كده وشجعوهم. هنا بقى بكلم العسل ده بصراحه مش عارفه اسمه، لكن فاطمه واسماء دول عسلات 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 يا ولاد والله. يلا حبايب قلبي، مع السلامة، في رعاية الله.